السلام عليكم ومرحبا بكم، نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله وصفه جديده. غادي نصاوبوا واحد الحلوه بالنخاله، مزيانه بزاف العسر اللي يعني لاصحاب عسر الهضم. آه، كتجي لذيذه ومعلكه وابسط المقادير، تصلح بزاف هاد رمضان مع الفطور ان شاء الله، صحيه بامتياز وبأبسط المقادير بحال ديما. غادي نخليكم مع الصور تشوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجي معلكه، وغادي ندوزو مباشره المقادير. غادي نخليكم مع الصور. اذا بالنسبه للمقادير فهما بساط. عندنا هنايا عندنا تقريبا واحد 4 البيضات كبار. انا عندي هنا صغارين بزاف، يعني خديت واحد الخمسة اولا 4 كبار. عندنا نص كاس زيت، واحد شويه ديال زيت المائده. عندنا كاس اللارب ديال السكر حبيبات. عندنا واحد الكاس ديال الكوك اولا جوز الهند. عندنا واحد الكاس هنا ديال، اولا عندي هنا زلافه ديال النخاله محمره واحد شي شويه في المقله. واحد السكر الفاني وخماره ونص. وغادي للتزيين غادي نحتاجو شويه ديال الزنجلان. بالنسبه للكاس عندنا كاس هنا ديال اللوز. سخنته واحد شي شويه في المقله وطحنته. اللي ما كانش متوفر عنده يستعمل اما الكاوكاو اي الفول السوداني اولا الزنجلان، يعني يطحنهم يحمرهم شويه في الفرن ويطحنهم. اذا خدينا البيض ديالنا بحراره المطبخ بحال ديما كيف ما قلنا، اما يكونوا 4 كبار اولا انا عندي صغار خديت 5. ضفت نكهه الفاني وتقريبا واحد الكاس الا ربع ديال السكر سنيده. غادي نخلط المقادير وغادي نضيف نصف كاس ديال زيت المائده. انا بالنسبه للعبار راني كنستعمل الكاس ديال عادي، كاس العنبه، نفس الكاس اللي كنعبر به جميع المكونات. سهله وبسيطه. انا ضفت هنا واحد الكاس ديال الكوك اولا جوز الهند، وغادي نخلط المقادير كيف ما قلنا بسيطه وكتوجد في الحين. مزيانه بزاف اللي عنده مشاكل في عسر الهضم، فهي زوينه بزاف. نوجدوها دابا في هاد الايام في رمضان المبارك. ضفت هنايا واحد الكاس ديال اللوز، كيف ما قلنا سخنته غير شي شويه وطحنته. يمكننا نعوضوه بالزنجلان اولا كاوكاو محمر طبعا ومطحون، هو اللي كيعطي التعليكه لهاد الحلوه هادي. اللي ما بغاش يستعمل وغنبقى نضيف هنايا يعني النخاله محمره شي شويه. كيف ما قلنا اللي ما بغاش يستعمل السكر يمكن له يستعمل، ياخذ التمر يرطبو شويه في الماء ويطحنوا تقريبا واحد الكاس، ويطحنوا في الطحانه ويضيفوا، حتى هو كيجي زوين بزاف وكيجي صحي اكثر. حتى بالنسبه للكاس الا ربع ديال السكر فما كتجيش حلوه نهائيا، كيجي حلاوه معقوله. غادي نضيف خميره ونص، تقريبا واحد 10 غرام ديال خميره الحلويات انا غادي نغربلها. وبالنسبه للخليط خصو يجي شويه رطب، ما يجيش قاصح، باش تجي الحلوه يعني معلكه. حتى بالنسبه للطياب فهي ما كتستغرقش بزاف ديال الوقت، دغيا كتوجد فيها غير النخاله واللوز والكوك فقط، ما فيها لا دقيق لا والو. غادي نخلط الكل ونخليها شويه خفيفه.
انا استعملت تقريبا هنا، غادي نوريكم شحال بقالي. يعني بقات لي واحد المعلقه فقط من زلافه ديال نخاله. غادي ناخذ واحد اللاطه، انا فرشتها انا بوراق المطبخ، يمكن ندهنوها بالزيت الا ما كانش متوفر. وغناخذ الزنجلان، اولا الا كانت ما كانش متوفر عندنا زنجلان غادي نفندو فيه، الا ما كانش يمكننا نستعملو فقط النخاله. انا درت هنا كويرات شويه كبار، اللي بغى يديرهم صغار طبعا يمكن له. وكنفندها بحال هكا في الزنجلان. هاد الوقيته راه عندي الفرن راه كيسخن من قبل بواحد 10 دقائق. غادي بالنسبه للطياب ديالها غادي ندخلو يتحمر شويه الفوق، بحال يعني بحال الحلوه ديال غريبه، اي غريبه كنعطيوها النار شويه من الفوق، ومن بعد كنزلوها لتحت شويه طيب. اولا يعني نشعلو كاع عليها، الا كان الفرن ديال الضو نشعلو من الفوق ومن التحت في نفس الوقت، غير كنقربوها شويه للفوق. فار ربع ساعه اولا ثلث ساعه، يعني ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، وكتجي لذيذه وصحيه. المنافع ديال النخاله راه يعني منافع لا تحصى، لا تعد ولا تحصى، زوينه بزاف وصحيه ومزيانه في رمضان، يعني تكون موجوده في الفطور ديالنا مع كويس ديال اتاي. غادي نكمل الغريبه ديالي كامله ونوضعها في الفرن باش طيب. عطاتني هاد الكميه، وكميه مازال ما كملتهاش، غادي نديرها في الفرن طيب ونشوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجي على هاد الشكل هذا. صدقوني كتجي زوينه بزاف ولذيذه وصحيه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها بحال ديما. وإلا عجبتكم الوصفه ديروا جيم واشتركوا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد ديالي. بالصحه والراحه، رمضان كريم، بسلامه.